pas يوجد ni dans leur disponible actif ni dans leur disponible passif. لا يعني إذا تكلمت أنا باللغة أتكلم بكلمات أعرفها، ولكنني هناك كلمات لا أستعملها، فإذا سمعتها فهمتها. إذن هناك لو ديسبونيبل أكتيف الذي أستعمله، فإذا استعملته أفهمه، وهناك لو ديسبونيبل باسيف الذي إذا سمعته فهمت معناه. ولكن هناك جزء ثالث لا أستعمله، وإذا سمعته لا أعرف معناه. وهذا الجزء الثالث أعطى من الجزء الثالث من هذين لا يعرفون كلمة أعطاء أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم مطالب أن يبلغ عن ربه، فقرأ عليهم إنا أعطيناك الكوثر فلم يفهموا، فقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. هل إنا أعطيناك قرآن؟ هو تفسير يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرد علم أنهم لا يعرفونها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكرر الكلام، عندما يكرر فإنما يؤسس عليه شيئا جديدا. لا تكرار في القرآن ولا تكرار في الحديث. Il n'y a ni répétition ni pléonasme dans les textes canoniques, ni redondance dans les textes canoniques أبدا. وعندنا الحجة. فعندما أراد أن يعيد هذا الكلام نفس الكلام بماذا قال؟ قال كم من عدق رداح. الأولى قال كم من عدق رداح ودار فياح لأبي الدحداح، والثانية قال كم من عدق رداح ودار فياح. ليه؟ لأن عدق هو العرجون فقط بما في ذلك من شماريخ. لا شماريخ هذه الأقرب، هذه لا شماريخ المحملة بالتمر، تمر الجنة. قال كم من عدق رداح، رداح ثقيلة ثقيلة، كم من عدق رداح ودار فياح. ثم قال رسول الله لا هذا لا يكفي، لا بد أن نتفضل عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم بفضال كريم قال كم من عدق رداح، والعدق بالفتح هي النخلة كلها بما فيها من شماريخ وأغصان وكذا. فلا يكرر لتكرار فقط، وإنما يكرر فيؤسس عليه شيئا آخر. أبو عبد الله بن الفخار الأبيري من إلفيرا بمقاطعة غرناطة، شيخ الإمام الشاطبي صاحب الموافقات، كان يطلب من تلامذته أن يقفوا فيقولون الآن. قالوا الآن نقطة، جئت بالحق. لأننا يقول لهم إذا وقفتم قالوا الآن لا بد أن يقدر المقدر. الآن ماذا؟ الآن فهمنا، بعد أن سألناك فلم نفهم، ثم سألناك فلم نفهم، فسألناك ثالثا ففهمنا. الآن نعم نقول في المغرب الآن وخا، الآن فهمنا. أما أنت فقد جئت بالحق دائما. وهذا ترجمه المترجمون وعلى رأسهم مونتي، وترجمه بعده كثير من الناس. ترجم هذا المقطع فقال maintenant tu nous as apporté la vérité. C'est-à-dire qu'avant il disait des mensonges. وترجمه صديقي خوان بيرنت من جامعة برشلونة بإسبانيا، ترجمه هكذا: dijeron ahora has venido con la verdad, la sacrificaron pero estuvieron a punto de no hacerlo. ترجمة جيدة ذبحوها وما كادوا يفعلون، ولكن ترجم الآن جئت بالحق. ahora has venido con la verdad, lo que significa que antes ha dicho mentiras. وحذار أن نبقى بهذا، لأن 23 دولة تتحدث باللغة الإسبانية، فقد يقولون هؤلاء المسلمون يجعلوا من موسى مونتيروسو. حاشا لله. ويتشددون المغاربة، يتشددون أكثر عندما يتعلق الأمر بالظرف الزمني أو المكاني، فهم يتشددون حتى في هذه الآية التي نقرأها كلنا بدون وقف. نقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نقرأ هكذا. متشددون أكثر من أبو عبد الله بن الفخار. يقول لك ليه؟ متى أكمل لكم الدين؟ اليوم، لأن قبل اليوم لم يكن كاملا. ومتى أتمم عليكم النعمة؟ اليوم، قبل ذلك لم يكن. ولكن الدين الإسلامي لقد رضيه لكل الناس من أول رسول. الله. نقول ماذا نفعل؟ قل قفوا، لأن ديك الواو الأولى واو عطف، وأما الواو الثانية فهي واو استئناف. كيف نقرأ يا مولاي؟ هذو أندلسيون. قال اقرأوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
إذا سمح مولاي وسيدي أختم حديثي بما بدأته به، بالدعاء له لمولانا أمير المؤمنين. حفظكم الله يا مولاي دخرا وملاذا للإسلام والمسلمين.